نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ طارق. تفضل. شيخ، نبدأ بمقدمة ثم تبدأ إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، المقامة بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، بمسجد العلامة ربيع بن هادي، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف، التي نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ طارق بن محمد درمان حفظه الله تعالى، عضو هيئة الإفتاء، في مداخلة بعنوان شرح حديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ثم بيان لجهود الشيخين ربيع وعبيد في الذب عن السنة والرد على أهل البدع. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء عبر الهاتف لإخواننا السلفيين في مدينة سبها حرسها الله، وهكذا من يسمع هذه الدورة عبر هذه الإذاعات التي ذكرت، وهكذا إذاعة القرآن الكريم بمدينة الزنزان عبر الإنترنت والFM. فحياكم الله جميعا. وإن قيام هذه الدورات العلمية التي توجت بمداخلات للعلماء الكبار والمشايخ الفضلاء فهي نعمة من نعم الله جل وعلا علينا أهل ليبيا عموما وأهل سبها خصوصا. علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد غص أهل الباطل بهذه الدورة ونظائرها، وضاقت بهم الأرض بما رحبت لما في قلوبهم من الباطل والبدع والزيغ عياذا بالله رب العالمين. لا يحذر من هذه اللقاءات وهذه الدورات إلا من طمس الله جل وعلا على بصيرته. وطلب إخواننا جزاهم الله خيرا أن تكون الكلمة حول شرح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث. فرأيت اختيارهم موفقا لمسيس الحاجة لمثل هذه الأحاديث وما فيها من العلم الجم، وما نراه اليوم من كثرة المخالف والطاعن في أهل العلم والإيمان. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الشيخان في صحيحيهما، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه. فهو حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والحديث مشهور في الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه البخاري في صحيحه فقال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه كما تقدم، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. إن الله جل جلاله ذو الألوهية والربوبية وأسمائه وصفاته جل في علاه الحسنى العليا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. والمراد بالعلم هو علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، فإن العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة مدحا فالمراد به علم الكتاب والسنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم محوا من الصدور بأن يرفعه من بينهم إلى السماء، وإنما قبض العلم بقبض أهله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ولكن يقبض العلم أي يرفعه بقبض العلماء، أي بموتهم وقبض أرواحهم. إذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة
ليس هو محوه من الصدور ومحوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته أو يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما. قوله عليه الصلاة والسلام يبقي، ذكر العلماء ضبطين لها بفتح الياء والقاف: حتى إذا لم يبق عالم. ومنهم من ذكر بضم أوله وكسر القاف يبقي عالما، أي لم يبق الله جل وعلا عالما، ولهذا جاء في رواية مسلم: حتى إذا لم يترك عالما، بأن قبض الله جل وعلا العلماء. نعم، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لما لم يترك الله جل وعلا عالما، اتخذ الناس رؤوسا، وفي ضبط رؤساء، والأول أشهر، جهالا ليس لهم علم بشرع الله جل وعلا، وإنما هم على جهل، ما كانوا علماء ولا أخذوا العلم عن أهله، وإنما كما قال القائل: خلالك الجو فبيضي وأصفري ونقري ما شئت أن تنقري. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سألهم الناس عن دينهم، فأفتى هؤلاء، أجابوا وحكموا بغير علم. جاء في رواية عند الإمام البخاري: فيفتون برأيهم، أي ما أفتوا بالدليل من الكتاب والسنة، وإنما رعاكم الله أفتوا بآرائهم المخالفة لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فضلوا في أنفسهم، صاروا ضالين وأضلوا غيرهم. فهذا الحديث فيه فضل العلماء، وأعني بالعلماء العلماء الربانيين الراسخين، علماء الحق الذين أخذوا الحق وعملوا به ودعوا الناس إليه وصبروا على الأذى. وفيه فضل العلم، وأنه حياة الأبدان والقلوب. فلما قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فانتشرت الفتن وكثر الهرج والمرج. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بجامع العلوم والحكم: وما دام العلم باقيا في الأرض، علم الكتاب والسنة، ومن يحمل هذا العلم وهم العلماء
الربانيون قال فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. وذكر الحديث رحمه الله تعالى. ففضل العلماء كبير بينه الله جل وعلا في كتابه، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وتناقل وجاءت الأخبار والروايات عن سلفنا الصالح في بيان مقام العلماء الربانيين. ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا المنزلة العلية للعلماء الربانيين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال ربنا جل شأنه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول الله جل وعلا في بيان فضل أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ففضل العلماء كبير معاشر الأحبة، فعلينا أن نعرف قدرهم وأن نعطيهم حقهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعلماء لهم حقوق من محبتهم وإجلالهم الإجلال الشرعي وأخذ الخير منهم والعلم وحث الناس إليهم، سؤالهم والرجوع إليهم، سيما في الحوادث والفتن النوازل. فمن نعمة الله جل وعلا علينا أن كنا في زمن فيه علماء ربانيون يفتون الناس بالدليل، فينصحون ويبينون، لا يخافون بالله لومة لائم. وانظر رعاك الله إلى حال زمن تصدر فيه الجهال، بينه نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وما أكثر هؤلاء الرؤوس اليوم، لا كثرهم الله، من دعاة الباطل والتحزب ودعاة البدع. ترى أنهم يفتون الناس بما يخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء شرهم عظيم. ولهذا ذمهم الله جل وعلا في كتابه، وذمهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما معنى كلامه: فداعي الحق أو الداعي إلى الحق تدعو له الخلائق كما أن الداعي إلى الشر تدعو عليه. واستدل بهذه الآية في سورة البقرة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فوجب الحذر من دعاة الباطل، لأن الله حذرناهم وحذرناهم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا ذم السلف، بل جاءت النصوص في ذم الفتيا والتصدر للفتوى من غير أهلها. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفذ: إعلام الموقعين عن رب العالمين: من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم. ثم قال: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصٍ، ومن أقره من ولاة الأمر على ذلك فهو آثم أيضا. ثم ذكر كلاما عن أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى أن قال: وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقال له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب أو محتسب، ولا يكون على الفتوى كذلك. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه. ثم ساق الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ قال: فالعلم كله ثقيل. فالله معاشر الأحبة في معرفة قدر العلماء الربانيين ولزوم غرزهم، واحذر أن تسمع لمن يقول ويؤصل تلك الأصول الباطلة وينتقد هذه المقولة التي هو كان يتكلم بها إلزام غرز العلماء، وأعني به أحمد بازمول. فهذا الرجل غير مؤتمن ولا يؤخذ عنه العلم، فهو نفسه كان يقرر هذه المسألة. وهذا الأمر الذي شاع وذاع من الرجوع إلى أهل العلم بالحق والدليل والبرهان، لكنهم تغيروا فغيروا. رضي الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذ يقول: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. فالزموا غرز العلماء تسلموا بإذن الله جل وعلا، وخذوا دينكم واسألوا عن دينكم أهل العلم بالدليل والبرهان. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وفي الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دخل رجل على جمل له فأناخه في المسجد ثم عقله. قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهراني الصحابة فقال أيكم محمد؟ فقلنا ذاك الرجل الأبيض المتكئ. فقال يا ابن عبد المطلب. قال قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك شيئا. فقال سل عما بدا لك. الحديث. فالإنسان يسأل العلماء الربانيين ويحذر كل الحذر من الاستماع وإصغاء السمع لعلماء الضلالة وعلماء الباطل، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولهذا أجمع السلف على هجران أهل البدع وعدم الاستماع لأشرطتهم وعدم الجلوس لهم والقراءة في كتبهم والدخول إلى مواقعهم وغير ذلك رعاكم الله. ومن نفيس ما استفدناه في وقت يسير جدا عند أن زارنا ذلك الجبل الهمام الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي عليه رحمة الله، عند أن أتى إلى دار الحديث بدماج بعد موت شيخنا ووالدنا ومربينا مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. قال ونعم ما قال، وكلامه ومحاضرته كانت في غاية النفاسة والفائدة، لكن مما قال لقد وضعتم على الطريق فسيروا، أو معنى كلامه رحمه الله. علينا عباد الله أن نثبت على هذا الدين وعلى هذا المنهج السلفي، فوالله لا يعترينا شك ولا في قلوبنا أذن اضطراب من أن ما نحن عليه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن هذه السلفية هي الدين الحق، هي الحنيفية السمحة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بالحنيفية السمحة. واحذروا الطرق المعوجة من صوفية وأشاعرة وماتريدية وخوارج، وهكذا بارك الله فيكم وجماعة التبليغ وغير ذلك من أهل البدع والباطل. ولا أنسى الإباضية، إنها فرقة من فرق الخوارج، فاحذروا رعاكم الله من هؤلاء وأمثالهم. وهكذا ما نسمعه اليوم ممن أظهر ما في قلبه من البغض لأهل العلم بالطعن فيهم، وأعني بهم المصادقة الظلمة الذين فرقوا السلفيين وأثاروا الفتنة بينهم في العالم أجمع. ويتحمل إثم هؤلاء وله نصيب ووزر كبيرهم الذي أوقد الفتنة. نعم، وصاروا يطعنون في العلماء كأسلافهم من أهل البدع والباطل من حدادية وإخوانية ومأربية. الشيخ كبير كبر في السن، سبحان الله، لأنه إذا قال الشيخ مخرف الناس نبذوه، لكنهم يأتون بمثل هذه العبارات لتنطلي على بعض الناس ولا تنطلي على من عرف حالهم. أو أن الشيخ حاشيته تؤثر فيه، وهو نفسه كان ينكر هذا القول، يشعل الفتنة في العالم ثم يقول
لما قال بعضهم من نجاه الله من فتنة ابن هادي فليحمد الله، قال أي فتنة؟ إنما تكلمت في واحد أو اثنين. سبحان الله، تكلم في العلماء غمزا ولمزا وطعنا صريحا ومبطنا، وتكلم في طلبة العلم والمشايخ ثم يقول لم أتكلم إلا في واحد أو اثنين، وينفق هذا على من تعصب له بالباطل عياذا بالله رب العالمين. فوالله لقد جمعت أوجه الشبه بين هذه الفتنة وبين فتنة الحجور فبلغت أوجها كثيرة، ولعلها تنشر بإذن الله تعالى. فأنا أنصح إخواني في ليبيا عموما بلزوم الحق والدعوة إليه وطلب العلم والجد والاجتهاد فيه، وألا ترفعوا رؤوسكم لهؤلاء المفسدين المشوشين، وإنما كما قال شيخنا عليه رحمة الله لطمة على الماشي. من كان من هؤلاء ينصح ويبين له، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه. وهم كثر في بلادنا لا كثرهم الله، ولعل المقام يستدعي ذكر رؤوس هؤلاء. فرأسهم الذي يستخدم الخبث في الدعوة إلى هذا المنهج الفاسد أبو الفضل محمد بن عمر الهلاك، الذي له من لقبه نصيب كبير، ويليه عبد الرحمن الفقيه أو الملقب بالفقيه، وليس بفقيه والله، ليس بفقيه، ونحن نعرفه جيدا. وهكذا بارك الله فيكم أبو حذيفة الزواري الذي هو منير حلب، فارغ ما عنده إلا الشقشقة، رأيناه ينشط في رمي المشايخ لأن لهم حاشية وأنهم ما اطلعوا على الأدلة يعنون الشيخ ربيعا، وأنه بارك الله فيكم الحاشية تؤثر فيه إلى غير ذلك. وهكذا رعاكم الله أبو علي ناصر الأخضر وأبو قيس خير الشيباني وغير هؤلاء احذروهم. فمن دخل في هذه الفتنة يناصح، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فالحمد لله رب العالمين، الدعوة سائرة والخير حاصل. ثم انظر إلى جهود الشيخين، أعني بهما ربيعا وعبيدا، المواقف الطيبة النيرة والسيرة العطرة الذب عن السنة وأهلها. الشيخ ربيع تصدى لسيد قطب من غلا فيه خوارج العصر، حتى رموا الشيخ بقوس واحد، لكن الأمر لله سبحانه، فسند شبههم وأظهر ضلال سيدهم بالوثائق من كتبه نقلا، ثم يقولون هؤلاء الشيخ ما يطلع. وهكذا لما جاءت فتنة الحدادية قام لها بعون الله وتوفيقه، وكذا الشيخ عبيد. وهكذا رعاكم الله لما جاءت فتنة فالح تكلم الشيخ ربيع بما أثلج صدور أهل السنة، وتكلم الشيخ عبيد بما أثلج صدور أهل السنة. ولما جاءت فتنة أبي الحسن كان هذان الشيخان ممن نصر الله جل وعلا بهم الدين، فبينوا انحراف الرجل، ثم الحجوري، ثم علي حسن، وقبل ذلك المغربي إلى غير ذلك، عدد. ثم يأتي هؤلاء الأقزام فيقولون الشيخ كبر، والشيخ لا يطلع، ويتحذلق من يتحذلق فيقول قد يصل الدليل إلى العالم لكن لا يفهمه، نعم، إلى غير ذلك. لا تلتفتوا رعاكم الله إلى هؤلاء واستمروا في الخير. أقول رعاكم الله، وبهذه الكلمة أكتفي. نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا المشايخ الفضلاء
من داخل البلاد وخارجها الذين وافقوا على بذل ما عندهم من الخير لأبنائهم وإخوانهم السلفيين في ليبيا. فإن بلاد ليبيا ولله الحمد السواد الأعظم فيها للسلفيين، والناس ولله الحمد في مجملهم محبون لهذه الدعوة المباركة، محبون لهذا الخير، وذاك فضل الله جل وعلا علينا. فعلينا أن نستزيد من العلم، وأن نتعلم ونتفقه في دين الله، وأن ندعو إلى الله جل وعلا. فهناك في هذه البلاد مع اضطرابها وما تعلمون ما فيها، هناك من يدعو اليوم إلى الغلو كالخوارج والإخوان والمقاتلة، وهناك من يدعو إلى الجفاء كالعلمانية والليبرالية ودعاة المدنية والدولة والمؤسسات وغير ذلك. فعلى إخواننا أن يجدوا ويجتهدوا في الخير، وأن يتآخوا فيما بينهم، وأن يكونوا يدا واحدة على كتاب الله وعلى سنة نبيه، وأن يحذروا من الفرقة والاختلاف، فإنها شر، وهي تضعف دعوتنا وتقوي عدونا وتشمت بنا أعداءنا. وعلينا إن اختلفنا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه، وأن نتحاكم عند العلماء. وأنتم يا أهل سبها احذروا ممن عرف رعاكم الله بالفتن، ممن جعلوا تلك الندوة التي سمعت بها قبل فترة وقرروا فيها ما يقرره ابن هادي، وأنهم معه وأنهم من ذاك المجبري وغيره. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء، ولا هذا كذا أبو الزبير ذاك الذي نراه يكتب بين الفينة والأخرى كتابات تنم على سوء منهجه وطويته. فاحذروا رعاكم الله من هؤلاء، فهؤلاء إلى مزبلة التاريخ. أين أبو الحسن؟ وقد كان في اليمن يقال إنه خليفة شيخنا مقبل. أين الحجوري الذي كان يصول ويجول في مركز دار الحديث، لكنه لما ظلم وابتدع انظر إلى ما آل إليه أمره في ذلة. أين المغراوي؟ وأين قبل ذلك أو بعد ذلك فالح الحربي؟ وأين نسأل الله الثبات. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك، ونستأذنك لطرح بعض الأسئلة لو سمحت. تفضل. شيخنا، نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص في الواتساب مقالا لأحد الناس ويطعن في هذه الدورة وفي المشايخ المشاركين وفي الأخوة القائمين، فيقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فهذه الدورة المزعومة التي أصحابها يتترسون بالعلامة الشيخ ربيع والشيخ حسن البنا، كما تتترس الرافضة بعلي بن أبي طالب، والصوفية بالإمام مالك، وهم منهم براء. فهذا التترس على عادة أهل الأهواء ومن سلك مسلكهم وتشبه بهم لترويج باطله، وهذا الأسلوب معروف عند أهله. فكذلك هؤلاء، يعني المشايخ باستثناء الشيخ ربيع والشيخ الحسن، فهؤلاء ما بين جاهل ومجروح وصاحب هوى، والذين تنادوا بهم وأقاموا لهم الكلمات. حسبك رعاك الله، لا تنقل كلامه. هذا رضاك الله فيك، هذا سلك مسلك الحدادية، حيث أنزل كلام على العلم والعلماء
بارك الله فيك في أهل الباطل من الرافضة والصوفية على أهل السنة، وهذا من أصول الحدادية رعاك الله، الاستدلال بآثار السلف في هذه البدع على أهل السنة والجماعة. فقلنا لكم إن هؤلاء قد فاقوا محمود حداد، هؤلاء قد فاقوا الحدادية، فلا تلتفتوا لهم. وقد قلت في الكلمة أن أهل الباطل قد خصوا بمثل هذه الدبرة ونظائرها، فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء ولا ترفعوا لهم رأسا. حسن كانوا يقولون الشيخ حسن على الحياد في أول الأمر، لما تكلم الشيخ حسن عبد الوهاب البنا بما أتلج صدور أهل السنة وأهل الحق، قالوا والله البيان هذا فيه شركيات، يعني كما يقول شيخنا عليه رحمة الله كلام يجعلك تضحك من ركبتك. انظر إلى هؤلاء ما تركوا عالما، لو يتكلم من يثنون عليه اليوم في ابن عادي وفتنته لرأيتهم يتكلمون فيه، فأعرضوا عنهم رعاكم الله ولا تلتفتوا إليه. بارك الله فيك يا شيخنا. السؤال الثاني يقول: ما حكم التعامل ببطاقة التداول؟ الله أعلم. أنا حقيقة متوقف الآن في كلتا البطاقتين، سداد وتداول، وإن شاء الله تعالى يعني نتواصل مع الجهة المعنية لبيان المستجدات فيها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. شيخ بارك الله فيك، ما نصيحتك للذين أخذوا بفتواك في $500 ولم يأخذوا في $10,000؟ وهل كلامك في مسألة $10,000 خاصة بمصارف الزنتان أم بمصارف ليبيا كافة؟ يا أخي الكريم، نحن ندعو الناس إلى أن يأخذوا الحق، ليست العبرة أو المسألة أن يأخذوا كلامي أو كلام غيري. نحن نقول خذوا الحق بدليله، خذ الحق بدليله من كتاب الله وسنة نبيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: خذوا من حيث أخذنا. أما مسألة $400 أنتم وهكذا 500 تعلمون ما حصل فيها من اللغط، وهذا يفتي بكذا وذاك يفتي بكذا، فقلنا فيها ما يقربنا إلى الله جل وعلا. وحصل من بعض المشايخ من خارج البلد وهو الشيخ سليمان الرحيلي اضطراب فيها كبير بثلاث فتاوى، فننصح الشيخ سليمان أنه يتأنى في الفتوى، فليس كل من يسأل يكون مطلعا على الحال، حيث أن هذه الفتاوى تربك وقد حصل الإرباك. يقول أنتم أهل السنة تختلفون، ورجع من رجع إلى دار الإرشاد الإخوانية في طرابلس. فالتقابض في مسألة $400 وال$500 حاصل، والعملة موجودة، لكن أقول الشيخ سليمان وإنما هي مسألة يعني نعرفها من زمن. انظروا الآن السيولة موجودة، ومع هذا لم ينشر أنهم طبعوا ولا أنهم فعلوا ولا أنهم موجودة في البنوك، لكنها أمور سياسية في البلد لا يعرفها كثير من الناس، فذهبوا إلى بعض المشايخ فأفتى بما أفتى، فحصل الاضطراب الكبير بسبب هذه الفتاوى والاضطراب فيها. أما مسألة $10,000 أنا قد ذهبت إلى مصرف الجمهورية عندنا فرأيت أن لا تقابض في المسألة، بحيث أنه يدخل اسم المشتري في منظومة مصرف ليبيا المركزي فيحدد لهم السعر صرفي ذاك اليوم وقيمة المبلغ المستحق، ثم يدعونه إلى اليوم الثاني فيقسم ثم يدخلونه في منظومة الفيزا. ليس هناك حسابا بالعملة أو ما يكون في معنى التقابض الحكمي بحيث أنه يتم التقابض. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لذا قلنا ونصحنا الناس بالتأني في هذه المسألة، مسألة $10,000. وبالنسبة لفتواي في مصرف الجمهورية ومصرف شمال أفريقيا بالزنتان، نعم أفتيت بالجواز لأن مديري المصارف
وهذين المصرفين قد أخذا بالتوجيهات والنصائح فجزاهم الله خيرا، وصارت المصارفة مصارفة شرعية، لكن الفتوى خاصة بهذين المصرفين في مدينة الزنتان فحسب. فنحن ندعو رعاكم الله هذه الجهات المسؤولة المصارف أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يراجعوا أهل العلم والمشايخ الفضلاء في ذلك. فكم من الناس اليوم ترى يفتي يقول جائز ويجوز، وهناك مخالفات شرعية كثيرة رأيناها. الشاهد هذا ما عندي في هذه المسألة، فلذا نحن ننصح بالتأني والصبر إلى حين يعني بارك الله فيكم أن يغيروا. نحن قلنا لهم يجعلوها كمعاملتي على $400 أو $500، لكن المسألة هنا ما أرادوا، وهناك من يبرر لهم، ورأيت فتوى للغرياني بجوازها، وليس الغرياني ممن يؤخذ عنه العلم، قد عرف شره وعرف منهجه الباطل رعاكم الله. ونحن ننصح رعاكم الله بالتأني، فإن هذه البنوك كثير ممن يكون فيها لا علم له بهذه المسائل الشرعية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيك شيخنا. هذا يسأل عن شبهة يطرحها بعض الشباب في نصرته لفتنة المصعفقة، ويقول أن العالم قد يختلف مع العالم كما حصل مع الإمام البخاري مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي، ويختلف طالب العلم مع العالم كما حصل لابن خزيمة والشافعي. يعني يستدل بنصرته لفتنة محمد بن هادي بهذه الأقوال ويلبس على بعض الشباب. فما هو الواجب عليه رعاك الله أن يأخذ الحق. اختلف فلان وفلان، ما هو الواجب؟ ما هو الواجب حتى فيما إذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثلا في المسائل الفقهية، ربنا جل وعلا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الواجب ارجعه إلى الحق، لا أن تأخذ الباطل ثم تستدل بذلك. ثم بعض الناس يقول: هذا شيخكم مقبل تكلم في بعض المشايخ ولم تقولوا فيه ما تقولون. فأقول: محمد بن عادي قد والى وعاد على هذا الأمر المخالف للشرع، فكيف لا يذم؟ وكيف بارك الله فيكم لا يعني يحذر من هذه الفتنة وأهلها؟ شيخنا نعم تكلم في بعض العلماء ولم نأخذ والله بكلامه فيه، مع محبتي لشيخي حبا نسأل الله جل وعلا أن يكون له أن يجمعنا وإياه في دار كرامة. لكنه لما قال ما قال في الشيخ محمد أمان الجامي ما قبلنا منه، لكن الشيخ ما ولا وعاد، قلنا هذه زلة عادة. نعم. أما ابن هادي فرق السلفيين في العالم، ما رأيت فتنة أضرت بالدعوة السلفية مثل هذه الفتنة، فتنة محمد بن هادي. ثم يقال كالبخاري ويحيى الذهلي على هؤلاء أن يتفقهوا في دين الله وأن يلزموا غرض العلماء. نحن ننصحهم، اليوم هم في دنيا وغدا في آخرة. ثم محمد بن هادي كل ما تكلم: سأخرج لكم بالأدلة، سأعطيكم بالأدلة، سأعطيكم الأدلة. أين الأدلة هذه؟ لماذا لا يخرج؟ لكن لك خروجه عن سماته الأول التي أتى فيه بالبواعث، يخرج عن سماته بالحق ويتكلم إن كان له دليل، ونحن مع الدليل، لسنا والله متعصبين لفلان ولا علم، لكن رأيناه تكلم بالباطل فرددنا وناصرنا المظلوم تقربا إلى الله جل وعلا. لا تزل فليحد. نعم. فنحن نطلب منه ونتحدى، وهو إن شاء الله يسمع أو يوصل له الكلام.
أن يخرج لنا شريطا ويخرج عن سماته، ونادري إذا خرج عن سماته سيأتي بما هو أشد من سماته الأول. يخرج عن سماته ويقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. يتصل به بعض المشغبين من الرياء فأقفل وأوقف دورة كانت ستقام للأشياخ ينتفع بها الناس. لما؟ لأجل أن أبا الفضل لم يحاضر فيه. بالأمس أنت تذم أبا الفضل، تذمه وتتكلم فيه، والآن إن لم يحضر أبو الفضل في هذه الدورة تقول في المشايخ الفضلاء الذين هم يعني لهم يا بارك الله فيك شهود طيبة في ليبيا بنصرة الحق وبيان التوحيد، هؤلاء ما جاءوا إلا للفتنة. لا والله أنت من فتح الفتنة وأنت من أشعلها، فننصحك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر بارك الله فيك. ثم يحاضر عند أبي الفضل أمره على دين خليله. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنت على دين خليله، وهذا والله ما نأسف له، كنا والله نحبه لكنه تغير فتغيرنا معه. فنحن ننصحكم بلزوم رد العلماء. يقول شيخنا مقبل عليه رحمة الله إذا قال فيه ربيع بن هادي أنه حزبي فسيظهر لكم ولو بعد حين أنه حزبي، هذه مقولة عالم، وما يدعوك إلى تقليدها، لكن يبين لك فضل وشأن هذا العالم الجليل ومحاربته للباطل. نعم، وكم من ورق في الفتن السابقة، في فتنة أبي الحسن وفي فتنة الحجوري، وكنا نقول لهم عليكم زموا غرز العلماء، ثم من تاب منهم جزاه الله خيرا اعترف أنه حاد عن السبيل وأخذ بغير الدليل. فأنتم رعاكم الله، احذروا من هؤلاء واحذروا منه. بارك الله فيك شيخنا. السؤال الأخير عبر الشبكة يسأل يقول: ماذا تعرفون عن حال الشيخ علي الرملي الأردني؟ أهل العلم رأيت له بعض الأمور استنكرتها حقيقة من بثه أو نشره في موقعه لبعض المجروحين الجزائر من قبل مشايخنا وعلمائنا الكبار. فنحن ننصح أخانا علي أن يلزم الحق بدليله ولا يأخذه في الله لومة لائم، وأن يترك مثل هذه الأمور. إن أهل الأردن بحاجة والله نحن قدرناها إلى دعاة الحق المعروفين به، ونسأل الله جل وعلا أن يبصره بهذه الفتنة، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. جزاك الله خيرا على ما قدمت يا شيخ، ونفع الله بك وجعل ذلك في موازين حسناتك، إنه سميع الدعاء. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.